السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه طاجن سمك بالفريك. طعمه حلو قوي، يتعمل باي نوع سمك، بس المهم يكون سمك كده من اللي بيتقطع جزل عشان خاطر يستحمل بس السوا، عشان يدي طعمه في قلب الفريك يكون طعمه حلو. طاجن سمك طعمه حلو قوي، ما بياخدش وقت، وحاجه جديده ولذيذه، وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه معايا السمك مغسول كويس ومتقطع، متنضف كويس ومغسول. ودلوقتي هحط عليه، اعمل عليه الخلطه بتاعت التتبيله بتاعته. تجيبي اي نوع سمك انت حباه، ممكن تجيبي البوري او تجيبي سمك اللوت اللي هو بيتعمل جزل دون، او السمك اللي هو الفيليه زي ما انت عايزه. ودي خلطه الثوم على الفلفل الاحمر والاخضر وهرسه الشطه، وحط عليها كمون وكزبره وليمون وخل، وحط عليها حبه من بهارات السمك. لو ما عندكيش بهارات سمك مش مشكله، ملح وليمون وخل وكزبره وكمون. ودي هو هرسه شطه حمراء وفلفل اخضر كمان مطحون. السمك مغسول كويس ومفتوح خالص كده عشان خاطر الشرايح تبقى مفتوحه خالص كده تشرب كويس من التتبيله كلها. افتحها كده على قد ما اقدر واحط فيها من التتبيله كده، اشربها كويس من التتبيله. لازم تكون مفتوحه كويس عشان خاطر تشرب كويس من التتبيله. وبعد ما عملتها كده، اللي باقي من التتبيله كمان رشيتها عليه بالخل والليمون اللي عليها. التتبيله طعمها حلو قوي. اركنها بقى على جنب مش اقل من ساعه ولا 2 كده عشان خاطر تشرب كويس من التتبيله. دلوقتي بقى هحمرها، وحطيت عليها رشه دقيق كده خفيفه. طبعا كلنا عارفين بنحمرها ازاي، مش محتاجه بقى، هو طاسه فيها زيت على النار وبدرتها خفيف بالدقيق وقليته. دلوقتي بقى هعمل الخلطه بتاعه الفريك. حطيت بصلايه كبيره، طبعا على حسب الفريك اللي هتحطيه، دول كوبايتين كبار فريك كده. خلاص ده السمك اتقلى اهو، تقليه كويس. دلوقتي بقى التتبيله دي بصلايه كبيره، حطها كده في معلقتين 3 زيت، وهشوحها كده كويس لحد ما تدبل بس معايا. مش هسيبها تتحمر قوي، هي بس تدبل كده كويس معايا. اول ما البصلايه ما الاقيها دبلت كده، هقطع عليها كده كام قرن كده شطه احمر واخضر، بارد بقى وحار كده عشان خاطر يديها طعم حلو. لو عايزه تحطي برضو معلقه هريسه شطه كمان حطي، بس انا حاطين في السمك فكفايه بقى. اقلب بقى كويس لحد برضو ريحه الفلفل كده ما تطلع معايا، يدبل هو كمان. قطع بقى الكميه اللي انا عايزاها كده. خلاص احمر اهوت ودبل معايا. الفريك بقى مغسول ومنقوع بقى له نص ساعه، منقوع كده في ميه مغليه. لو انا هنقعه في ميه عاديه من الحنفيه اسيبه ساعتين. لازم يتنقع كويس عشان خاطر يستوي معايا، لان لو ما نقعتوش هياخد ميه كتير وهياخد وقت كتير على ما يستوي. اقلب فيه كويس لحد ما ينشف، مش اقل من 5 دقايق، كاني بنشف رز كده عشان خاطر برضو يبقى بعد ما يستوي يكون مفلفل معايا وطعمه حلو. اقلب فيه كويس. دلوقتي هبشر عليه دي ربع جزرية صغيرة، حاجة بسيطة قوي، ما زودش عشان ما غيرش الطعم. حوالي معلقة واحدة كده من بشر الجزر. بشرت ربع جزراية، خدت منها حوالي معلقة واحدة كده من البصل من الجزر المبشور. هقلبه هو كمان كويس عشان خاطر يتكرمل كده مع البصل والفريك، يدينا طعم حلو. هيدبل بس كده معاهم، يدبل شوية كده مع الفلفل والبصل. دي معلقة زبدة، انا شوحت الفريك مع البصل كده في زيت الاول، في الاخر بقى بحط له معلقة زبدة كده عشان خاطر الطعم بتاعه، هيديله طعم حلو قوي. زبدة او سمنة اللي موجود عندك، بس تكون بلدي كده هتديله طعم حلو قوي. لو مفيش سمنة بلدي مش مشكلة. دول كمان حبة كرفس كده مفرزين، حبة صغيرين، حوالي معلقة واحدة كده من الكرفس متقطع كده متفرز او طازة عندك، بيديله طعم حلو قوي. حاجة بسيطة مش كتير، بيبقى حلو طبعا قوي مع السمك. هقلب فيه بقى، وبعد ما قلبته نشفت كل حاجة كده ونشفت الخضار كله مع الفريك. دلوقتي حوالي كوبايتين طماطم عصير، او نص كيلو كده طماطم مضروب في الخلاط، هحطه عليه واقلبه كويس عشان خاطر الفريك كده يشرب من طعم الصلصة فيكون طعمه حلو. زودت له بقى حبة بهارات كمان من بهارات السمك، كزبرة على كمون على ملح على بهارات سمك.
وحبه فلفل اسود كده صغيرين برضو هتديله طعم حلو قوي، معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وكمان هزوده بقى ميه، اديله الميه بتاعته عشان خاطر يستوي. ما احطش عليه ميه كتير، يا دوب اغطيه بس بالميه مع الصلصه كده، اغطيه بالميه، اغطي عليه بقى واسيبه يستوي. بعد ما غلي كده هدي عليه النار، اول ما يبتدي يتشرب كده وغلي اهدي عليه النار واسيبه بقى يستوي كده زي الرز. طبعا بعد ما يستوي لازم يكون فيه صوص برضو عشان خاطر احط فيه السمك، عشان لما نحط فيه السمك يشرب من الصوص كده وينزل طعمه في الصوص بتاعه، هيكون طعمه حلو قوي. زودت له تاني بهارات وفلفل اسود، تدوقي بقى وتزودي الطعم اللي انت عايزاه، تظبطي الطعم بتاعه. دلوقتي بقى هرص السمك فيه، لازم يكون فيه صوص كده. طبعا الفريك خلاص استوى، فاضل فيه تكه بسيطه قوي، دي بقى سايبه فيه صلصه كده بشوربه عشان خاطر السمك ينزل بقى الطعم بتاعه فيها ويشرب منها، ياخدوا من طعم بعض، هيكون طعمه جميل جدا. طاجن سمك حلو قوي، ممكن تعملي باي نوع سمك انت عايزاه، بقراميط، سمك قراميط او سمك هو البلطي برضو هيكون طعمه حلو، بس البلطي ما بيستحملش السوا قوي هيتهري شويه فيه. لكن هو عايز السمك اللي هو الناشف شويه دون زي البوري، او السمك اللي هو بيتعمل فيليه، اي سمك كده فيليه او بيتقطع جزل كده، ده هيكون طعمه حلو قوي في قلب الطاجن ده. كمان عصرت عليه ليمونه، طبعا من غير البذر بتاعها، شلت البذر وعصرت الليمونه عليه، برضو بيديله طعم حلو قوي. اسيبه بقى ياخد غلوتين 3 كده على البوتاجاز. قطعت كمان ليمونه شرايح، يستوي كده حوالي 10 دقايق كمان على البوتاجاز. وبعد ما استوى على البوتاجاز دخلته الفرن حوالي نص ساعه، نشف كده وخد وش، والفريك زاد اكتر واستوى اكتر، شرب بقى بقيه الصوص اللي كان فاضل كده واستوى، بقى طعمه حلو قوي. والسمك كمان ناشف كده من الفرن، مش مهري بقى زي ما يكون مستوي على البوتاجاز، نشف كده واحمر من الفرن، بقى طعمه حلو قوي، طعمه جميل جدا. والفريك شارب من طعم السمك، مديله طعم حلو قوي. اكله بسيطه وسهله ومش مكلفه، وكمان ما بتاخدش وقت، والفريك كمان فيه قيمه غذائيه عاليه، طعمه حلو قوي، وحاجه جديده بقى مع السمك عن اي طاجن سمك تاني. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.